السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم إن شاء الله بدي أعمل معاكم فتة الحمص. قبل هيك عملتها بقناتي، ولكن اليوم عملتها بطريقة تانية. خليكم معايا ونشوف كيف طريقتها ونبدأ بسم الله. عندي هنا الخبز قطعته، بدي أضيف له شوية زيت زيتون، بضيف ملح، وبدي أعمله بالقلاية الهوائية. ممكن إنكم تقلوه طبعا بدون إضافة زيت الزيتون. هيك الخبز بعد ما حمصته بالقلاية الهوائية، الآن بدي أحط الصحن التقديم اللي بدي أقدم فيه الفتة. الآن عندي هذا الحمص نقعاه من امبارح وسلقته، بدي أسلقه لحد ما يطرى تماما. باخد منه وبضيفه فوق الخبز بالشكل هذا. بدي أضيف رشة كمون، وأضيف مخلل خيار، أوزعه بالشكل هذا. نيجي الآن لخليط الحمص المطحون. هذا حمص مطحون جاهز، أسهل على حالي. طبعا أنت ممكن تعمليه في البيت، بس أنا بدي أسرع. بضيف الحمص، عندي كوب لبن، عصير ليمون، وعندي هين توم. التوم طبعا حسب الرغبة، طحينة. بضيف الملح وبخلط. باخد شوية بس من مية سلق الحمص وبخلط. الآن بضيف طبقة الحمص واللبن على وجه الخبز والحمص. على جنب في القلاية سمنة وزيت زيتون، بدي أقلي اللوز اللي بدي أزين فيه. أحلى فقرة الآن فقرة التزيين. بضيف حمص، بقدونس، مخلل خيار، واللوز الآن صار جاهز. بسم الله. بعطيها رشة كمون وبابريكا، وشوفوا لي هالمنظر تحفة.